البنك المركزي النهاردة كان فيه اجتماع وكل الناس في مصر مستنيين قرار البنك المركزي. يا ترى هيتم تغيير أسعار الفايدة ولا هيتم ثبوت أسعار الفايدة؟ السؤال ده طبعا جالي كتير جدا، وكل الناس المهتمين بالاقتصاد وأي حد عنده شهادات في البنك منتظر يا ترى الفايدة هتزيد أو هتقل، وإيه مصير الشهادات اللي موجودة في البنك النهاردة. هل هيتم إصدار شهادات جديدة أو هيتم الثبات على نفس الشهادات اللي موجودة؟ النهاردة القرار طلع طبعا زي ما ناس كتيرة جدا كانت متوقعة إن هو تثبيت أسعار الفايدة بالنسبة للإيداع والاقتراض. طبعا الناس لما توقعت هذا قالت إن احنا بقالنا اجتماعين قبل كده، في الاجتماعين حصل تثبيت لأسعار الفايدة وما تمش طرح شهادات جديدة، وبالتالي احنا مستمرين على الشهادات اللي موجودة حاليا. الشهادات اللي موجودة حاليا اللي هي 14% والمدة 3 سنوات هي دي اللي موجودة، والبديل بتاعها اللي هي شهادة ب15% وبتصرف مرة سنويا، لكن 14 بتصرف شهريا. وانا قبل كده قلت رأيي في هذا الموضوع ان الاتنين زي بعض، لكن انا نفسي ارشح الشهادة 14 الشهريا، لان انت هتاخد الفلوس في ايدك شهري، لكن 15 هتاخدها مرة واحدة في نهاية العام، وبالتالي دي انا لا احبذها. ولو جيتوا على الرأي السليم بقى بتاعي، انا لا احبذ اصلا ان احنا نشتري الشهادة لمدة 3 سنوات ايا كان شكلها، 14 18 ان شاء الله تكون 20%، والثلاث سنوات انا لا احبذ فكرة ان انا احبس نفسي في شهادة لمدة 3 سنوات في ظل الظروف اللي احنا شايفينها، وان في تغييرات دورية، وان كل شوية يحصل تغيير، والموضوع بتاع روسيا لسه مخلصي. فانا لا انصح ان حد يستثمر في الشهادات الا اذا كان انت ما عندكش بديل تاني للاستثمار. يعني انا معايا مبلغ معين وانا كل الايراد بتاعي عبارة عن الفايدة اللي بتيجي من الشهادة، فلو انا ما حطيتش فلوس في الشهادة طب انا هصرف منين؟ لا، انا في الحالة دي يبقى اشتري الشهادة 3 سنوات، ولما تنزل شهادة بفايدة اعلى هنبقى نتكلم ونشوف نكسرها او نعمل ايه. لكن لو انت ما عندكش بديل للايراد خلاص خد الشهادة اللي هي 3 سنوات. لكن انت عندك بديل، عندك دخل بيجيلك، عندك فلوس مش محتاجها، مش محتاج الايراد اللي جاي من الشهادة. ازاي الكلام ده؟ هو في حد بيقدر يحط شهادة ومش محتاج الايراد بتاعها، مش محتاج الفوائد بتاعتها؟ انا في ناس كتيرة جدا بتبعت وبتقول لي ان هم بيعملوا الشهادة وما بيجوش ناحية الارباح بتاعتها لغاية اخر السنة، لغاية اخر السنة. يعني هو الارباح بتنزل في حسابه، هو ما بيروحش يسحب ويسيبها لما تنزل لاخر السنة ويروح ياخد مبلغ على بعضه ويعمل بيه حاجة. وفي ناس بتبقى محتاجة ان هي تاخد شهري، كل واحد حسب ظروفه. تمام؟ طيب ايه البديل لو انا مش عايز ان انا اخد الشهادة 3 سنوات؟ البديل اللي انا رشحته قبل كده، وهعيد الكلام تاني واقول لكم، انا البديل اللي في نظري المناسب اللي هو السبائك الذهبية الصغيرة. السبائك الذهبية الصغيرة ده البديل. ولو عندك مصدر حد بيبعت لك دولارات سواء من التجارة بتاعتك او حد من قرايبك عايش في الخارج وبيعمل لك ارسال لمبلغ بالدولار، نصيحتي برضو ان انت ما تفكش المبلغ اللي بيجي لك وخلي فلوسك بالدولار واسحب منها على قد ما انت عايز 50 اسحب، عايز 100 اسحب، لكن سيب الفلوس متشالة زي ما هي بالدولارات. ليه؟ لان قيمة الدولار النهاردة بتزيد. النهاردة كان سعر الدولار عامل كام؟ عامل 19.53. 19.53 ده رقم عالي جدا، رقم عالي جدا. مع المبلغ بتاعك كل ما بتزيد الفروق بتاعته، فخلي الدولارات زي ما هي. طيب ده الموضوع بتاع قرار البنك المركزي ولجنة السياسات المركزية.
هنتكلم بقى عن حاجة تانية يا جماعة. أبو هشيمة اتكلم في لقاء وقال إيه؟ قال إن هو بينصح المصريين إن هو ياخد الذهب وياخدوا فايدة 3% زي ما بيعملوا شهادة بالظبط، وآخر الفترة حضرتك تاخد الذهب بتاعك زي ما هو وبتاخد كمان الأرباح. أعتقد إن هو قال التصريح ده في برنامج إخباري، إن الواحد أحسن له إن هو يسلم الذهب وياخد الفايدة 3% سنوي. ده الرأي اللي قاله. أنا هعلق برأيي أنا الشخصي، وطبعا الناس اللي مقتنعة برأيي أهلا وسهلا، والناس اللي مختلفة معايا في الرأي برضو أهلا وسهلا. لكن أنا رأيي إن اللي يبتدي الموضوع ده، يعني يا ريت حضرتك يا أستاذ أبو هشيمة، حضرتك كرجل أعمال تعمل المبادرة دي لرجال الأعمال. عايزين نشوف رجال الأعمال بينفذوا الطريقة اللي حضرتك بتقولها، وأعتقد إن رجال الأعمال عندهم مخزون من الذهب أكتر من المخزون اللي عند سكان مصر كلهم. يعني لو كل واحد شايل في بيته حتتين ذهب، أعتقد إن رجال الأعمال هيبقى شايل في بيته 1000 حتة. فأعتقد لو رجال الأعمال نفسهم عملوا المبادرة دي وابتدوا هم بنفسهم وراحوا حطوا الذهب في البنوك وخدوا هم الفايدة، ممكن المواطن يتشجع. لو حضرتك شايف إن دي فكرة مفيدة وإنها فكرة جميلة، يعني طب ليه لا ما يبتدي رجال الأعمال بهذا؟ طالما حضرتك بتنصح المواطن إن هو يقوم بهذه التجربة، والله شيء جميل. بس أكيد أنا طبعا كراجل مواطن صغير على قد حالي، لما أشوف رجل أعمال كبير ورجال الأعمال كلهم بيقوموا بهذه المبادرة وفعلا حطوا كمية الذهب اللي معاهم، أعتقد إن مصر مش هتحتاج قروض ولا أي حاجة، وهتبقى مبادرة جميلة جدا من رجال الأعمال. والله هي فكرة جميلة، وإحنا طبعا بنشكرك عليها، ونتمنى إن إحنا نشوفها مع الناس اللي هم معاهم فلوس بجد، مش المواطن الغلبان اللي شاري حتتين ذهب على قد حاله هو اللي ممكن يروح يعمل كده. والناس اللي معاهم ملايين ومليارات من رجال الأعمال والناس التقيلة جدا اللي هي اللي في البلد، هم يبقوا شايلين الحاجة في البيت. يعني أعتقد نبتدي برجال الأعمال، وبعد كده يبقى المواطن بقى المصري الغلبان اللي معاه حتتين دهب يبقى يروح يعمل المبادرة اللي حضرتك بتقول عليها. هي طبعا مبادرة حضرتك مشكور جدا ان انت بتقولها، لكن نتمنى ان احنا نشوف تطبيق فعلي من حضرتك طبعا اول واحد، وبقيت السادة الافاضل رجال الاعمال. ويا ريت الناس كلها تدخل تقول لي رأيهم في مبادرة الأستاذ الفاضل أبو هشيمة رجل الأعمال المشهور طبعا، رأيهم إيه وردهم إيه على هذه المبادرة وعلى هذا التصريح اللي هو قالوا. طبعا له كل الاحترام والتقدير مننا، دي مناقشة عادية، إحنا بنتناقش، محدش بيقول أي حاجة غلط، مجرد إن إحنا بنعبر عن رأينا، وكل مواطن من حقه إن هو يعبر عن رأيه في حدود الأدب واللياقة. ما أعتقدش إن في حد يختلف عن هذا. ويا ريت الناس برضو يقولوا لي التعليق على تثبيت الفايدة، وأنسب حاجة لهم اللي هي الشهادات أو الدولار أو الذهب. يا ريت كل واحد يشاركنا برأيه، هننتظر نشوف مع بعض المشاركات، وأرجو إن احنا نوصل الفيديو لكل الناس اللي نعرفهم عشان يستفيدوا من هذا الكلام. يا رب أشوفكم بكل خير وحلقة جديدة من كلام له معنى وجمال هاشم. السلام عليكم.